وهي المقلوبة. السلام عليكم أصدقائي. رح نعمل مقلوبة الباذنجان بأسهل طريقة. عندنا دجاج، طبعا أنا مقطعه وغاسله بالخل، ورح أحط له مي، وعندي كوب ونص رز بسمتي، رح أنقعه وأغسله. هلأ تشكلت عنا هي الرغوة، رح نشيلها. وعندنا نص معلقة زنجبيل، نص معلقة فلفل، حبة بصل صغيرة، ورقتين غار، بالنسبة للملح بس يستوي بنحط الملح. أصدقائي الدجاج عندي استوى بعد 30 دقيقة، بحط الملح. راح أقطع الباذنجانة وأقليها. أحط لها رشة ملح، أحط زيت زيتون أو جوز الهند، أصدقائي الباذنجان صار جاهز عندي. أصدقائي وهلأ راح نطبق المقلوبة. عندي دجاج، أحط طبقة الدجاج. طبعا الطنجرة مشان ما تلزق أنا دهنها زبدة. طبعا حطيت الدجاج. عندي الباذنجان اللي قليته كمان بحط طبقة، وبحط هيك على الطراف الباذنجان اللي بقى. وعندي الرز غسلته أنا ونقعته تقريبا 35 دقيقة. عندي ربع معلقة بهارات، 7 بهارات أو بهارات مشكلة، وعندي كاري كمان نص معلقة. أحرق. وهلأ بوزع الرز. أصدقائي أنا وزعت الرز. عندي كوب ونص رز، راح أحط له 3 أكواب من مرقة الدجاج. طبعا لكل كوب رز بده كوب ونص. الرز أنا اللي استخدمته بسمتي. أنا حطيت المي لكل كوب رز، كوب ونص مي من المرقة. راح أغطي. هلأ راح نقلب المقلوبة. وهي المقلوبة صارت جاهزة.